السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحه وسعاده وسلامه دايما يا رب العالمين. النهارده هنعمل طريقه البسبوسه اللي هي الاكياس مش السايبه، الاكياس العاديه اللي بنجيبها من اي سوبر ماركت عندنا. دلوقتي هنقول طريقتها سهله وبسيطه وحلوه جدا. هقول لكم كام تريكايه كده، بس تابعوا معايا الفيديو للاخر علشان ما يفوتكوش اي حاجه. هقول لكم لو بتنشف معاكم بتنشف ليه، وهقول لكم لو عايزينها تبقى قد حاجه بسيطه كده وتبقى هفه كده من جوه وطريه، هقول لكم هنعمل ايه. نصلي على النبي كده في بدايه الفيديو. هنقول بسم الله ونبدأ مع بعض الفيديو. اول حاجة في اي بولة موجودة عندك كده هنفضي محتويات الكيس اللي انا عاملاه نص كيلو. لو انت عايزة تعملي كيسين هتضاعفي طبعا الكمية. نص كيلو البسبوسة عليه معلقتين من السكر وحاجة بسيطة خالص من البيكنج باودر. اوعي تكتري بيكنج باودر علشان ما تقطعش منك وتنفش منك، ولو انت مش عايزاه استبعديه خالص مفيش اي مشكلة. نص كيلو البسبوسة هياخد نص معلقة من السمنة دي تكون دافية. نحاول ان احنا نبدأ نقلبهم مع بعض كويس جدا، تغلفيها كده تبقى عاملة زي حبيبات الرمل. ده عسل جلوكوز، لو انت ما عندكيش منه تقدري تستخدمي عسل ابيض عادي، ولو ما فيش استخدمي شربات يكون تقيل عندك، بتفرق جدا المعلقة اللي احنا حطيناها. في الوقت ده انا حطيت نص كوباية من اللبن. وطبعا لما بنحط اللبن عايزه اقول لكم اللي بينشف البسبوسه ان احنا بنعجنها، يعني لما تعجنيها عجين بايديكي وتفضلي تقلبي كتير فيها ده بيخلي البسبوسه تنشف. ده سبب من اسباب ان البسبوسه تنشف من قبل ما تحطي الشربات كمان. فهي ما بتتقلبش، حاجه بسيطه خالص. ولو عندك زبادي تقدري تحطي علبه زبادي مفيش اي مشكله. في الوقت ده انا دهنت الصينيه بتاعتي زبده. الزبده دي زبده بقري عشان كده هي صفرة. انا مسيحاها، فحطيت معلقه منها وبدات ان انا ادهن الصينيه كويس جدا. طبعا البدايل لو مفيش لبن هنحط زبادي، ولو مفيش عسل الجلوكوز ده هنحط عسل ابيض او شربات يكون تقيل عندك تاخدي معلقه منه او معلقتين، بيفرق جدا في صينيه البسبوسه. انا خلصتها وبدات ان انا اسويها، بلاش يكون في حرف عالي وحرف نازل شويه. هنشغل الفرن على درجه حراره 200 ونبدا ان احنا نحط الصينيه. بنحطها بنطفي عليها الشوايه من فوق، ما بنشغلهاش غير ما الاحراف بتاعتها اللي هي الجوانب تبقى واخده اللون المحمر وتبدا ان هي تسيب من الجناب خالص. في الوقت ده انا دخلتها في الفرن وبدات اعمل الشربات. هناخد كوبايه من السكر على كوبايه ونص من الميه. طبعا الشربات بتاع البسبوسه بيبقى خفيف جدا ما بيبقاش تقيل. هنحطه على النار ومش هنقلب خالص، هو هيدوب مع بعضه. في نص كده الغليان بندي تقليبه واحده علشان ما يسكرش قوي، ولما يسكر بينشف البسبوسه. عصره ليمون وظرف واحد من الفانيليا او الفانيليا السايبه. تبارك الله، طبعا البسبوسه قابه جدا، نفشت وحجمها ازداد. على الهادي خالص، ما بتحطهاش على درجه حراره العاليه 180. في الوقت ده انا واول ما بتطلع من الفرن وهي سخنه بتبداي ان انت تحطي الشربات، والشربات بتاعك بيكون خفيف بالشكل ده. بتطفي على الشربات بعد ما يغلي ب3 دقايق بس. عايزه اقول لكم ان هي طريه جدا، ماسكه ماهيش اللي هي سايبه قوي، والقلب بتاعها حلو خالص. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم، وبسيطه وسهله وما بتاخدش اي وقت. عايزه اقول لكم طعمها وريحتها تبارك الله حلوه قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. سلام عليكم.